كم مرة قعدت مع صاحبك وفكرتوا تفتحوا مشروع سوا؟ كتير مش كده؟ طب فكرتوا في مرة تقعدوا تشوفوا ايه هي المراحل اللي بيمر بيها المشروع؟ وايه هي الحاجات اللي المفروض تاخدوا بالكم منها في كل مرحلة عشان مشروعكم يستمر؟ كل مشروع بيمر بثلاث مراحل مختلفة بيتسموا بالبيزنس لايف سايكل أو دورة حياة المشروع، واللي بتبقى أشبه بدورة حياة الإنسان. أول مرحلة هي مرحلة الطفولة، وهي المرحلة اللي هتبقى قايم فيها بكل الأدوار، شغال فيها زي ما قلنا في فيديو قبل كده، الفني والمدير ورائد الأعمال. مش بتلاقي العائد قدام الوقت اللي بتقضيه في الشغل على المشروع، وهنا المشروع بيبقى في خطر كبير جدا، لان هيحصل حاجه من الاتنين: لا اما هتيأس ومش هتقدر تكمل فيه، وهتفضل مكانك ومش هتقدر تكبره. تاني مرحله هي مرحله المراهقه. في المرحله دي بتفهم انك محتاج ناس تانية معاك في المشروع عشان تقدر تكمل، تبدأ توظف ناس تعتمد عليها في مهاره الفن او التكنيشن، وتركيزك بيروح اكتر للاداره ورياده الاعمال. هتبدأ تقابل مشاكل ما كنتش بتقابلها، وهيبقى مطلوب منك انك تحلها بشكل مظبوط عشان المشروع يكمل. ثالث مرحلة هي مرحلة النضوج أو الماتيور فيز، وتعرف إنك وصلت للمرحلة دي لما تلاقي مشروعك تحول لفكرة التيرن كي موديل أو الفرانشايز بروتوتايب، وهي إنك تقدر تسلم مفتاح شركتك لحد تاني والشخص ده يقدر يشغلها ويكمل فيها. والموديل ده شركة ماكدونالدز كانت من أول الشركات اللي طبقته، واللي ساعتها تكبر وتوصل للحجم اللي هي عليه دلوقتي في العالم كله. لو عايز تعرف أكتر لايك وفولو واستنى الفيديوهات اللي جاية.